مشاهدة ممتعة. الإخوة والأخوات أمل بكم الوقوف استعدادا. أن يتخذ قرارا لوحده، يريد العودة ولو على حساب الفار. صافرة البداية سيداتي أنساتي سادتي، دور ال16 ليلة مغادرة ولا يلعب في دوري الدرجات الأولى. حسان تنبكتي يلعب الكرة الطويلة العالية، الحمدان يتقدم، الحمدان يحاول أخذ كرة، الحمدان تقدم، الحمدان محاولة، الله لا يتأخر. ليلة الحمدان حامل اللقب يعرف طريق الذهب، حامل اللقب عن طريق الحمدان، فارس الميدان، ها هو يكتب سطرا جديدا مع الهلال. حامل اللقب يعرف طريق اللقب من أول وصول، من أول حضور، الزعيم يسجل أول أهدافه. تحية هذا القائد الذي يعود مرة أخرى إلى الميدان عندما يعطى الفرصة يكون حاضرا. شوف عبد الله الحمدان أمام 3 لاعبين، مر من الأول، مر من الثاني، حاول، راوغ، سدد الكرة على البقعاوي وأعلن الهدف الأول المبكر للهلال. الهلال يريدها لا تكون ليلة صعبة، يريدها من البداية، لكن شوف ماركوس ليوناردو قال له تفضل خذ عندك الطريق، أخذ المساحة، سجل الهدف الأول للهلال. 1 الهلال لا شيء الطائي. حكم المباراة راح يتأكد من الموقف اللي كان عليه عبد الله الحمدان في الحالة الأولى، راح يتأكد من الموقف اللي كان موجود، الفيديو موجود عليه أيضا الحكم اليوناني ستيفانوس كومباراكيس، لأن في شك على وجود عبد الله، لكن حكم المباراة يقول اللي كان هداف الدوري على 10 أهداف، نقله للحواتم على الطرف الأيسر، يحاول فيها على الطرف، ياخذ الكرة مرة ثانية، الحارثي ياخذ كرة، يحاول يمر، هيئها ما بتسديد، ما بالجول، الله الله الله، الحواتم يا الجويد، حواسم، الحواتم حواسم، فارس الشمال، هبت رياحك فاغتنمها، هبت رياحك يا كوكي فاغتنمها يا فارس الشمال. عاد بسرعة الرياح، عاد بسرعة الرياح سريعا يا الربيعي. هدف أول للجويد، صاحب البطاقة الصفراء ولكنه صاحب لمسة الشباك، صاحب لمسة الشباك. 1 من الحمدان والرد من الجويد. هي سهرة، هي ليلة، هي أمسية في هذا المكان. ذكريات الطائي والهلال على البطولات في الكوز على يسار الربيعي هذه المرة، صعبة تكون على الربيعي. أحمد الجويد لاعب خط الوسط، عراقة هذه البطولة وهو من يحمل الرقم الأكبر والكبير ب13 لقب، مع كرة سريعة للمحاولة أمام المرمى، انفراد وهدف ثاني رائع. قلت أنا رائع، عشان كذا ما عمل التفاعل كبير مع الكرة. ماركوس ليوناردو كان واقف في موقف تسلل، لكن الطائي يلعب بالنار في دفاعه، برباعي النخلي وبندر وحيشي وحسين قاسم والفرج يلعبون بالنار. هذه الكرة الأخيرة، التقدم يعني بشيء قليل جدا. هذا الهدف اللي سجل عبد الله الحمدان وليس الكرة الثانية. هذا ماركوس ليوناردو 21 سنة، هذا اللاعب ماركوس ليوناردو لعب بنفيكا البرتغالي 1-1. عادوا إلى ركلات، محاولة الحرفي على اليسار والعرضية للطائي، يضغط الطائي وعدت في حسان الذي يقول لا. هنا المطالبة من الحرفي من حكم المباراة بلمسة يد، والحكم اليوناني أنستاسيوس بابا بيترو يقول انتظروا. مطالبة للحواتم، مطالبة للطائي، ويقول أنا أسمع كل شيء. هذه الكرة الأخيرة اللي تمررت، شوف الفراغات اللي يلعب فيها الحارثي على اليسار، لعبت واصطدت وعدت إلى خارج من هذه الزاوية. حكم المباراة سيعود إلى تقنية الVR للتأكد. أسر الشهراني تقدم، ياسر يلعب الكرة للحمدان، الحمدان يتقدم، ترك الكرة، محاولة عند القحطاني مر القحطاني، تقدم القحطاني، مر القحطاني أمام لاعبين، أمام 3، راوغ هيئ الكرة، محاولة للتسديد، تسديدة رائعة
ناصر. جميلة هيئات من القحطاني، وناصر الدوسري سدد كورة كان ممكن يكون الهدف الثاني. شوف لعبها بشكل رائع وبشكل جميل، راح معاها البقعاوي، مرت بجوار القائم، عدت كأخطر الكرات. هذه واحدة الكرة اللي كان فيها حالة التسلل وما عدم كثير، ما راح يتقدم كثير، ولم يطلب جيسوس من ياسر أنه يتقدم. ناصر غير الاتجاه، لعب كرة للغنام. الله 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 الله، الغنام في ليلة يظهر فيها البديل. الغنام يظهر بكرة رائعة، من كرة استلمها في مكان سليم. هكذا يذهب صاحب وحامل اللقب على أعلام الهلال. هنا في الشمال يظهر، في كل مكان يظهر، والأرقام عند الهلال لا تتوقف. شوف ناصر، الله على التحرك الرائع اللي يحسب للغنام، موهبة رائعة. لم يأخذ الفرصة الكاملة سواء مع النصر أو مع الاتفاق أو غيره، لم يأخذ الفرصة الكاملة، ولكن هذه الكرة هي فرصة في هذه الليلة. وضع الكرة للهلال. متعب الحربي، تمريرة، محاولة متعب، مر متعب الحربي، تقدم على اليسار، مر متعب يبحث عن العرضية، تغير الاتجاه يا الحمدان، تسديدة الحمدان وتغير اتجاهها. كان ممكن يكون ينهي شوط المباراة الأول وهو مرتاح. الهلال كان ممكن ينهي شوط المباراة الأول وهو مرتاح. شوف الطرف الأيسر يتقدم، هو من يتقدم. متعب الحربي على الطرف اليسار، هياها للحمدان، قدم حسين قاسم تدخل وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. حصلت الحمدان على الكرة أن ينم على هذا التفاعل، لكن شوف بدأ الهلال يعزف على أطرافه وبكرات سريعة جدا مختصرة جدا للهلاليين. محاولة عند القحطاني، مر من الأول، هيأ كرة، محاولة عند الغنام يس يا الله عند الغنام أمام الجول. جول ثالث للهلال، جول ثالث ليوناردو للهلال. الهلال عندما يقترب من أي بطولة أو يمر على أطراف أي بطولة يقولون أن العمر مجرد رقم. وهل البطولات بالنسبة للهلال مجرد رقم؟ هل البطولات يرجع إلى اللقطة تدخل حارس المرمى، لمسة اليد اللي عند الحمدان، هل ستلغي الهدف؟ لأول مرة سيعود بنفسه هذا الحكم. شوف هذه الكرة من جديد، هذه الكرة أبعدها حارس المرمى، اصطدت في يد الحمدان، وهنا عاد حكم المباراة والقرار لمسة يد. يلغى الهدف بداعي لمسة اليد. هي لمسة اليد موجودة، يبقى القرار هنا عند حكم المباراة حارس المرمى معتز البقعاوي. طلع من مرماه، أكملها ليوناردو وألغى الهدف يا ليوناردو. خلاص، نعم، أعلن الحكم اليوناني أنستاسيوس بابا بيترو نهاية شوط المباراة الأول. أيها السيدات والسادة متابعينا عبر قنوات SSC شاهد VIP، ينتهي شوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الاستراحة الزميل العزيز تركي الشهيد يلتقيكم في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء. عبد الله الحمدان في الاستلام، القحطاني بمرور، محاولة تمريرة جميلة ليوناردو، طالع البقعاوي، توقيت سليم محمد البقعاوي. لا زالت هلالية، محاولة للأمام، عبد الله الحمدان لف ودار، عبد الله الحمدان والهدف الثالث. من يشبهك يا هلال؟ خيال من يشبهك يا هلال في عالم الأسماء ولا الأرقام؟ البقعاوي يعني ياخذ الهدف الثالث، كان مصابا وبعد ذلك وقف مرة ثانية وتسجل من الحمدان. موه بثقة عالية، هو من بدأ الليلة، هو من يسجل الثالث. ليلة عبد الله الحمدان يسجل هدف الأمان بعد تمريرة جميلة. حاول، شوف التمويه، موه وسدد على الزاوية البعيدة وتسجل من خلالها الهدف الثالث للهلال.
القادم. يريد جيسوس ايضا ان يفعل هذه محاوله انطلاقه امام الجول هدف رابع. خلص الهلال في ليله الجمال وليله العزف الكروي. الهلال يضرب ولا يبالي بالهدف الرابع من الغنام. يبدو لي ايضا من الغنام سجل الهدف الرابع. رباعيه في احلى امسيه هنا في حائل، رباعيه سجل الهدف الرابع. هدف رابع لم نشاهد ايضا لانه المونيتور لم يعمل عندي ايضا هنا من خلال 4-5 دقائق وانطلاقه هلاليه. والهدف الرابع للهلال، تسجل للهلال الهدف الرابع في امسيه هلاليه في اجمل حله. هنا الهلال في عالم من الارقام، ويصل حتى هذه اللحظه الى الرقم 55 ليعادل النادي الكبير النادي الاهلي على مستوى النتائج الذي احرزت على ذلك. الغنام بليله هدفين والحمدان ايضا بهدفين، وبالتالي الامور اصبحت زرقاء، الامور الى بعيده. عدت جواو كانسيلو البرتغالي وسافيج ومالكم ثلاثي الرعب الهلالي. كانسيلو الجوكر الجديد في الهلال، حتى عندما كان يلعب في اسبانيا، حتى عندما كان يلعب في الدوري الانجليزي، حتى عندما كان يلعب في المانيا، كان ورقه وجوكر عندما يلعب. ظهرت لنا صورة جواو كانسيلو البرتغالي، ظهرت لنا بشكل لافت عندما لعب مع الهلال. الأدوار تحتاج ظهير فهو بالإمكانيات الكبيرة، كصانع ستحتاج أيضا على الطرف، كمسدد للأهداف، كمسجل. هذا هو جواو كانسيلو. يظهر سافيج، سعادة الرقيب يظهر. مالكم، شوف الشهراني غادر، الغنام غادر، واو كانسيلو، ناصر الدوسري. لا يشبع هذا جيسوس، لا يشبع ابدا، لا يقف عند حد، يتعامل مع المباريات بجديه، فهو رجل جدي جدا بعيار 24 من النقاط. وتمريره لمالكم الخامس، الله شالها المدافع، عادت مرة ثانية القحطاني وشالها المدافع، عدت مرة ثانية. محاولة للهلال، ماركوس ليوناردو يبحث الهلال عن رقم أيضا في هذه المباراة. لا يخرج الهلال من المباراة إلا ويترك بصمة الأرقام. والحمدان على أرضية الملعب. شوف فرحة تلعب الكرة، تقدم سافيج على اليسار، مالكم، هذه كرة جميلة. سافيج، هذه خطيرة للهلال، ومتروفيتش وعلى أيضا تصدي رائع من البقعاوي. متروفيتش أنا قلت دخل في عند نوايا أن تكون الختام على رأس أو على قدم. متروفيتش الثابتة والمتحركة وبالرأس يسجل. خطأ. شوف هذه الكرة العرضية، سافيج والبقعاوي يتصدى لمتروفيتش. من كأس خادم الحرمين الشريفين أطلق اليوناني، نعم أيها السيدات والسادة، أنستاسيوس بابا بيترو اليوناني صافرة النهاية. ها هي الجماهير الهلالية لا تغيب عنها